اهلا بيكم. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي في المرحلة الاولى من كورس التسويق الالكتروني، وهنبتدي انا ازاي ابدا. اول خطوة فيه وهي اني ازاي ابدا انشئ صفحة على الفيسبوك. الموضوع سهل جدا وبسيط. انا من على البيرسونال اكاونت بتاعي هبدا ادوس على النقط اللي فوق ديت او كلمة المنيو، هدوس عليها كده وهبدا اختار ان انا اكرييت بيج. هيبدا يطلع معايا الشكل ده. فنفترض مثلا ان انا اول حاجه هدخلها اللي هو البيج نيم او الاسم التجاري بتاعك. فنفترض مثلا ان انا اسميها باسم الروبي. بعد كده الكاتيجوري اللي هي الفئه بتاعه الصفحه بتاعتك. فئه الصفحه بتاعتك يعني ايه؟ يعني النشاط بتاعك بيتكلم عن فئه ايه. فانا مثلا لو انا بتكلم عن الديكور مثلا فهكتب ديكور، فمثلا هوم ديكور مثلا. فيبقى كده انا اخترت الفئة بتاعتي وكمان اخترت اسم الصفحة بتاعتي. بس لازم اخلي بالي من حاجة، ان لازم الاتنين يكون متعلم قدامهم علامة صح عشان يبدأ ان هو بالفعل يسمح ان انا اكرييت بيج. بعد كده دي بقى الحتة بتاعت الديسكريبشن او الوصف. انت عايز تقول انت بتقدم خدمات ايه، بتقدم التفاصيل بتاعت الخدمة بتاعتك ايه، الصفحة بتاعتك بتتكلم عن ايه، الفئات اللي انت بتبيعها ايه. يعني شوية تفاصيل كده صغيرة انت بتدخلها لنشاطك التجاري. بس اهم حاجة ان الفيسبوك مش هيسمح لك انك تعدي ال 255 حرف. بعد كده بدوس على كرييت بيج. هتبدأ الصفحة عندي تظهر بالشكل ده. طبعا الشكل ده هو الشكل بعد ما انا ما دوست على كرييت للصفحة بتاعتي. بعد ما دوست على كرييت للصفحة بتاعتي فابدأ من هنا اللي انا اعمل اديت وارفع اعمل مثلا ابلود الكفر بتاعي. مثلا لو هنفترض اللي احنا هنرفع ده مثلا، بعد كده هبدأ ارفع اللوجو بتاعي وبعد كده انزل تحت. طبعا دي شوية حاجات، شوية تفاصيل بيطلبها منك. فانت في اي وقت ممكن تقعد تدخل. طبعا بعد ما بتكرييت الصفحه بتاعتك بتقعد تدخل التفاصيل بتاعتك هنا، من ضمنها مثلا انت عندك ويب سايت ولا لا، وتحط اللوكيشن بتاعك وتحط رقم التليفون بتاعك وتربط الواتساب بتاعك والكلام ده كله. طبعا شويه تفاصيل تقدر تمشي فيها خطوه خطوه. بيبقوا 13 خطوه بتخلصهم عشان تبدا الصفحه بتاعتك تاخد الشاره الاولانيه او تاخد المرحله الاولى او تعدي المرحله الاولى اللي هي بقت صفحه مكتمله. طبعا هنا تقدر تعمل انفايت لاي حد من اصدقائك، تقدر تعلم على الاصدقاء بتوعك وتعمل لهم انفايت للصفحه ان هم يخشوا يعملوا لايك فيها. بعد كده تحت انا اهم حاجه عندي ان انا بعد ما بخلص الحاجات اللي فوق ديت ببدا اعمل كرييت بوست ان فيسبوك. بدوس بالشكل ده وابدا ارفع بقى البوستات بتاعتي. طبعا هنا بكتب الكونتنت بتاعي او المحتوى بتاعي. طبعا اي حاجه اللي انا عايز اكتبه هنا. بعد كده لو انا عايز ارفع صوره او ارفع فيديو في الصفحه بتاعتي طبعا بدوس على الشكل ده او اللي هي الفوتوز او الفيديوز وبعد كده اعمل اد. وبعد كده هبدا اختار مثلا الصوره اللي انا عايز ارفعها او الفيديو. لو افترضنا مثلا ان هو ده في النهايه هفضل منتظر شويه لحد البوست دي ما تنور بالشكل ده وابدا ادوس بوست وتنزل الصوره بتاعتي على الصفحه بتاعتي. خلاص احنا كده عرفنا الخطوات ديت. هنخش بقى في المرحله الثانيه، هو ان ازاي ادخل حد في صفحتي او ازاي انا اخش في صفحه حد تاني لو انا هبدا ان انا اعمل له اعلانات وابدا انزل له انا البوستات والكلام ده كله. احنا عندنا الى الان على الفيسبوك نوعين من البيجات. في الكلاسيك بيج اللي هو الشكل القديم، وفي نيو بيجز او الصفحات اللي بالشكل الجديد. خليكم مركزين معايا قوي في الحته اللي جايه ديت. انا دلوقتي لما جيت عملت كرييت على البيج ديت فالفيسبوك خليها لي بالشكل القديم. تمام. طيب انا لو عايز ادخل حد اديتور او حد ادمن عندي او حد يقدر هو يعمل اعلانات عندي او اللي يرفع لي بوستات او يرفع لي الديزاينات بتاعته والكلام ده كله، اعمل ايه؟ انا لو على البيج القديمه، لو على الشكل القديم فبنزل تحت بخش على السيتنج بالشكل ده. بعد كده ببدا اختار البيج رولز بدوس عليها بالشكل ده. بعد كده ابدا ان انا اختار في هنا بيقول لي هنا تايب نيم
يعني ادخل الاسم او الفريندز ايميل ادرس، ان انا ادخل الاسم بتاعه او ادخل الايميل بتاعه. فطبعا انا ممكن ادخل اسمه بكل سهوله. فمثلا نفترض ان انا دخلت اسم آية مثلا، فظهر معايا، نفترض ان هو ده الشخص اللي انا بدور عليه. بعد كده ببدا من هنا، ابدا انا اختار انا عايز ادخله ايه. بعد ما بدخل الاسم ده ببدا ان انا اختار انا عايز ادخله ادمن ولا اديتور ولا مودريتور ولا ادفرتايزر ولا اناليست. يعني يكون ادمن ده يعني هو مسؤول عن الصفحه زي بالظبط، يقدر ان هو يشيل ناس ويحط ناس، يقدر ان هو يحذف الصفحه، يقدر ان هو يعمل الكلام ده كله. لو اديتور فهو بيقدر يعمل كل حاجه ما عدا بس ان هو يشيل ويحط حد في صفحه ويمسح الصفحه، وما يقدرش كمان ان هو يعمل شوب للبيج او شوب للصفحه بتاعتي. ما يقدرش ان هو يتحكم في البيكسل، ما يقدرش ان هو يتحكم في الكاتالوجز، ما يقدرش ان هو يعمل الكلام ده. المودريتور اللي هو بيكون مسؤول عن الردود طبعا والتعليقات، يعني يقدر يرد على الرسائل، يقدر يرد على التعليقات، يتابع التعليقات، يشيل تعليق، يرد على تعليق، الكلام ده كله. ادفرتايزر اللي هو بيقدر ان هو يعمل اعلانات فقط لا غير على الصفحه. وطبعا الاناليست اللي هو المحلل اللي هو بيقدر يعمل تحليلات ويشوف النتائج ويشوف الوصول ويشوف الكلام ده كله. يبقى انا كده عرفت ازاي ان انا اضيف حد هنا. طبعا في النهايه بعد ما بختار مثلا يفضل ان هو يكون اديتور، بعمل اد بيروح للشخص الثاني اللي هو الاسم اللي هنا ده، بيروح له اشعار يبدا يقول له والله ان صفحه كذا عايزاك تكون اديتور، وهو بيعمل كونفيرم قبول او بيعمل رفض، هو مش عايز الحاجه دي. طيب. تاني حاجه مهمه برضو بالنسبه لي هنا بشكل مبدئي، ان انا الاول اشوف الكواليتي بتاع الصفحه بتاعتي. طبعا قبل ما اخش اي صفحه لازم اشوف الكواليتي بتاع الصفحه ديت عامل ازاي. في البيج من بره هنا بنزل تحت كده بخش على البيج كواليتي. اهم حاجه ان الصفحه تكون جرين، ده حاجه مهمه جدا. ان الصفحه اي صفحه تخش هتعمل عليها ايا كان، هتخش عليها ايه، هتخش عليها مودريتور، هتخش عليها ادمن، هتخش عليها اديتور، اهم حاجه ما تخش الصفحه الا والصفحه جرين، الصفحه تكون خضراء، عشان لا قدر الله لو الصفحه اتقفلت ما تاثرش على الادز مانجر بتاعك او ما تاثرش على البيزنس مانجر بتاعك. طيب ده كده لو انا عايز اضيف حد بطريقه، لو عايز اضيف حد على الصفحات القديمه او الصفحات الكلاسيك اللي موجوده على الفيسبوك. طيب لو افترضنا ان في حد عايز يضيفني او انا عايز اضيف حد وصفحتي اصبحت نيو اللي هو الشكل الجديد، فلازم الاول قبل ما اعمل اي حاجه الصفحات الجديده او النيو بيجز الجديده بقت عامله اكنها اكونت وبيج في نفس الوقت. يعني هي بقت اصبحت بتتعامل معامله الحساب البيرسونال اكنه حساب بيرسونال. بتقدر اللي انت منه تخش جوه جروبس، تقدر اللي انت ترد على تعليقات خارج الصفحه باسم الصفحه، تقدر اللي انت تخش جوه جروبات باسم الصفحه. وده كان زمان ما بيحصلش لكل الصفحات، كان بيحصل لصفحات وصفحات بس. لكن دلوقتي اصبحت ان اي صفحه زيها زي الاكونت بالظبط، تقدر اللي انت ترد بالصفحه ديت في اي مكان تاني، تقدر اللي انت تخش جوه بالصفحه ديت جوه جروبات والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي ابدا اعمل ايه لو انا على الشكل الجديد وشكل الصفحه بيكون عامل ازاي؟ فاوريكم مثلا شكل صفحه دلوقتي. هنعمل بس سويتش كده، ان انا هروح لاسم صفحه نفترض مثلا اللي هي صفحه بلاك هورس بالشكل ده. فهو دلوقتي انا اول حاجه هعملها اللي انا هعمل سويتش، هروح للصفحه بتاعتي. ده كده الشكل الاكونت، ده شكل الاكونت بتاعي. جميل جدا. انا بقى دلوقتي عايز اخش جوه الصفحه، فانا هبدا اخش على البلاك هورس بالشكل ده. هنا طبعا ده الكفر بتاعي واللوجو بتاعي والكلام ده كله، وبرفع بوستاتي والكلام ده كله ما فيهاش اي مشكله. لكن انا دلوقتي عايز اخش على ان ازاي اضيف حد واشوف الكواليتي بتاع الصفحه بتاعتي من هنا ازاي. هبدا ادوس على البروفيشنال داشبورد بالشكل ده، وبعد ما اضغط على البروفيشنال داشبورد هنزل تحت شويه ادوس على البيج اكسس بالشكل ده. بعدها هخش على اول حاجه في البيج اكسس اللي انا عليها دلوقتي. هيبدا يقول لي انت عايز تحط حد او تاد حد داخل الفيسبوك اكسس. يعني هو يقدر ان هو يعمل سويتش جوه الفيسبوك اكسس، يعني يقدر ان هو يعمل سويتش جوه البيج جوه الاكونت. يقدر ان هو يشوف الصفحه بتاعته على الفيسبوك،
يظهر اكنه هو جواها، اكنه هو بيتعامل منها زي ما احنا ما بنتعامل من بلاك هورس كده، ولا انت عايز تديله تاسكات معينه. مشكله التاسكات المعينه ديت اللي انت بتدير الصفحه بس من ميتا بيزنس او من مجموعه ادوات الاعمال لو هو الاب اللي بننزله على الموبايل. فانت لما تيجي تعمل سويتش بالشكل ده، لو انت جيت دورت لو حد مثلا مدخلك في تاسك اكسس او تاسكات معينه انت بس تعملها، مش هتقدر اللي انت تغير مثلا كفر، مش هتقدر اللي انت تغير لوجو، انت بس هتبقى تقدر تدير البيج بتاعتك وتدير صفحتك من الميتا بيزنس اللي هو بيبقى عامل ازاي، اللي هو بيبقى من ده. تخش على ميتا بيزنس هنا فهتلاقي الصفحه بتاعتك ظاهره جواه، لكن لو جيت تعمل سويتش من بره مش هتبقى ظاهره جواه. فانا بفضل دايما ان انت لما تدخل حد تدخله هنا في الفيسبوك اكسس. اعمل اد وابدا ادوس طبعا نيكست بالشكل ده، وابدا ادخل نفس الاسم، مثلا هنفترض ان هو مثلا برضو ده، وادوس بعد كده هنا. هيبدا هنا يقول لي انت عايز تدخل الشخص ده يعمل ايه، يعمل كونتنت، يكتب محتوى، ولا مسج، ولا كوميونتي اللي هو يرد على التعليقات، ولا يعمل اعلانات، ولا يشوف التحليلات بتاعه الصفحه بتاعتك، ولا ايه بالظبط. طبعا انا لو قلت له هنا جيف اكسس على طول هديله انا حريه التحرك داخل الصفحه بس في الحاجات دي فقط. لكن لو انا قلت له انا هدي لك فول كنترول، يبقى هو هيقدر ان هو يعمل ريموف anyone from this page او from the page. هو يقدر ان هو يشيل اي حد في خلال الصفحه ديت، او اي حد موجود في الصفحه ديت. وهو بيقول لك كمان ملحوظه كده including you، يعني هو يقدر يشيلك انت كمان، يعني انت اللي بتدخله فيقدر ان هو كمان يشيلك، او كمان يعمل ديليت للصفحه ديت. فطبعا احنا ما بنديش لاي حد الفول كنترول، لكن بنديله ان هو يتحكم في الصفحه من فوق. بعد كده بدوس على جيف اكسس، بيبدا يروح للشخص اللي هو فوق ده، يبدا يروح له اشعار ان كذا بيطلب منك ان انت تكون داخل الصفحه ديت، ان انت تبدا تعمل كونتنت، تبدا تكتب المحتوى، تبدا ترد على المسج، تبدا تعمل كوميونتي، ترد على التعليقات، تبدا تشوف الادز بتاعتك وتعمل اعلاناتك وتشوف الانلايز اللي عليها والكلام ده كله. ده كده كانت اول جزء ان انت ازاي تدخل حد جوه الصفحه، او لو حد عايز يدخلك جوه صفحته بحيث ان انت تعمل له كل الكلام ده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.